تعالي أقول لِك بسرعة، المعلقة السحرية لو عملتيها هتخلّي ريحة البيت معاكِ في حتة تانية خالص. هاجيب عندي قشر برتقان وهابتدي اللي أنا أقشّر القشرة اللي برّه الخفيفة، بلاش تاخدي الحتة البيضا، وهاسيبه في الهوا لمدة أسبوع، فين؟ في الهوا أو في البلكونة أو قريب من شباك. وهاعمل إيه تاني، هاسيبه لمّا ينشف خالص، وهابتدي اللي أنا أحطه عندي في الإيه، في المطحنة كده عشان أطحنه. لو أنتِ عندِك مطحنة الخلاط هتطحنه لِك بودرة ناعم، لكن أنا باحب اللي أنا أطحنه في الكَبّة عشان يدّيني إيه، قطع كده إيه صغيّرة، يكون إيه خليط ما بين البودرة الناعم وقطع إيه كده صغيّرة. وهابتدي اللي أنا إيه، هاطحنهم بالشكل اللي أنتِ شايفاه دوّة، ودي النتيجة بعد الطحن. عشان أزوّد الريحة والجمال بتاعته هاعمل إيه، هاجيب كيس فانيليا برتقان، تمام، وإيه، وهابتدي اللي أنا أضيفها على البرتقان، وهاقلّب الخليط ده كلّه. وأعمل إيه تاني بقى، أشوف علبة محكمة الغلق أو برطمان إزاز أو إيه، أي حاجة عندِك، وهابتدي اللي أنا أفضّي فيها. وهتقولي لي أحفظهم فين؟ يا بقى لو حفظتيهم في الفريزر أو في التلاجة هتفضل الريحة معاكِ قوية